كحك العيد على الساخن هو طعم زمان. لمة العيلة، طريقة جدتي اللي كان لا يعلى عليها، اللي كانت ريحته تجيب آخر الشارع. فعلا طعمه مميز مختلف عن أي كحك ممكن تكوني كلتيه أو شفتيه، والاختراعات اللي مطلعينها جديد. كحكاية ناعمة دايبة خفيفة مش مكتومة كده، تاكليها تدوب معاكي، رسمة اللي عليها ثابتة، كل حاجة مظبوطة. صلوا على الرسول نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه عندي كيلو دقيق متعدد الاغراض او كحك وبسكوت، لازم كده انخله. لو هتعايري بالكوب المعياري 8 اكواب معياريه سعه 250 مللي بس تكون ممسوحه. بعد كده هضيف 3 معالق كبار من السكر البودر، معلقتين كبار من الحليب البودره هيديكي تيست حلو، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر وشعره الملح. والميكس اللي دايما بعمله على الكحك، معلقه صغيره من الفانيليا ومعلقه صغيره من ريحه الكحك او المحلب المطحون. الفانيليا بتديكي ريحه حلوه، وريحه الكحك او المحلب بيخلي طعم الكحك مميز جدا. قلبي كل المواد الجافه، والسمسم بضيفه اخر حاجه على الوجه، مش بقلبه عشان هستخدم السمنه السخنه كده تنزل عليه فاخد التست منه. 3 معالق كبار من السمسم، بس طبعا يفضل يكون طازه ومتحمص تحميصه خفيفه. يلا نجهز الخميره. نص كوبايه من الميه الدافيه على معلقه صغيره من الخميره ومعلقه صغيره من السكر بتاعنا العادي، واقلب انشط بس الخميره. بحب الميه اكتر، بيخلي كحك انعم من الحليب، لكن براحتك ممكن تستخدمي حليب. عندي 550 جرام من السمنه السخنه بالكوب المعياري، 3 كوبايات الا معلقه كبيره. لازم اسخن السمنه كده بس ما اوصلهاش لدرجه ان هي ممكن تحرق الدقيق، ولازم اسمع الفوران اللي انت شايفاه ده. فعلا ما احسش بالعيد غير لازم اعمل الكحك بالطريقه دي. هنقلب طبعا، يفضل نستخدم معلقه خشب وبوله تكون ستانلس او خشب، ونبعد عن الاطباق البلاستيك عشان ما تتفاعلش مع الاكل، وطبعا ممكن تسيح لا قدر الله من السخونيه بتاعه السمن. اهم حاجه بسيب العجينه تبرد وابدا ابسها، ودي اهم خطوه في الكحك. لازم ابسه ربع تلت ساعه كده لحد ما نوصل للدرجه اللي انت شايفاها. وطبعا شايفين الدقيق او الكحك معايا فاتح مش غامق، عشان انا ما وصلتش ان السمنه ان هي ممكن تتحرق معايا. ناخد بالنا من الحته دي، ما توصليش السمنه لدرجه الغليان انها تحرق الدقيق. سخنه لكن لا مش محروقه، ما تغمقش منك. بعد ما ضفت الخميره بلم كده بطروف ايدي واعمل الاختبار، اشوف محتاج ميه تانية ولا لا. لسه مشققه، احتجت ربع كوبايه ميه تاني، يعني خدت على المقدار ده كوبايه الا ربع من الميه وما زودش عن كده. واقلب ونعمل الاختبار ونضغط كده. العجينه معايا لينه مش مشققه وزي الفل. كده عملنا احلى عجينه كحك على الساخن. هنساوي كده ونغطيها بكيس قبل ما نجهز الصاجات وندهنها دهنه زيت بسيطه، ويلا بقى نشكله مع بعض ونبدا بقى ننقش ونعيش بقى الجو بتاع زمان. عملنا الكحك اللي على البارد بالبسطامه، ووعدتكم قلت لكم هننقش نقشات بسيطه في الكحك اللي على السخن. لما كنا بقى بنتلم كده مع جدتي زمان وكنا نقعد ننقش، فعلا ما احسش بالعيد غير لما اسمع كده صوت السمنه وهي نازله مقدوحه على الدقيق ونقلب. طبعا هو ميزته لو عامله كميه كبيره فوق ال 3 كيلو 4 5 بيقعد فتره طويله معاكي، لا طعم ولا ريحته يغيره. لكن لو عامله كيلو او 2 ممكن تعملي اللي على البارد. انا منزله لكم الطريقه للناس اللي بتحب على البارد. لكن بجد مهما يطلع من اختراعات لا يعلى على الكحك اللي بالسمنه المقدوح. ليه طعم وريحه كده مختلف عن اي كحك واختراعات ممكن يكونوا طلعوها. شايفين النقشات سهله قوي، انا بحب النقشه دي جدا جدا. وكل النقشات اللي انا عملتها في الحلقه سهله وبسيطه للمبتدئين، اي حد يقدر يعملها. انا وريتك افكار كتير، اهم حاجه تسيبي مسافه بين كل كحكايه والتانيه. وطبعا الكحك يا جماعه اللي على السخن او على البارد مش بيخمر. الناس اللي بتسالني بعد ما بتخلصي بتسويه على طول. وطبعا بقى وانتي بتنقشي كده لازم تشغلي الفرن درجه حراره عاليه يكون سخن، وبعد كده هدي النار درجه حراره 160 170. هتضيفي صاجاتك رف اوسط بيستوي على نار هاديه، كل شويه ادور الصاجات وابدا اتابعه. يقعد من ربع لتلت ساعه ويطلع باللون الحلو الجميل ده، ولا بنفتح الشوايه عليه ولا حاجه، هو بياخد لون لوحده. الكحك الساده لازم يستوي كده على نار هاديه عشان ما يكونش معجن من قلبه ويكون ني. شايفين بقى اللون الجميل الذهبي الحلو، ناعم ودايب، والكحكايه خفيفه مش مكتومه من قلبها، وطعمها تحفه. يعني تمسكي الكحكايه كده لو ناجحه معاكي ما تلاقيش الكحكايه تقيله على ايدك، لا خفيفه وهشه. تاكلي كده وتدوب في بقك، وفي نفس الوقت ما تشرقكيش وتقف كده في زورك ما تعرفيش تبلعيها. وده دليل على الكحك الناجح. ما تزودش مقدار الخميره والبيكنج باودر، المواد رفع عن المقدار اللي قلت لك عليه بيكون مظبوط جدا. بنسيبه يبرد ونسكر شويه اللي هناكلهم، ولو عامله كميه كبيره بتسكري الكحك اللي هتاكليه، والباقي بتشيليه في علبه كبيره محكمه الغلق او حله كده زي زمان بدون تسكير، وتاخدي على حسب احتياجك. جربوا الكحك اللي على الساخن على طريقتي، رائع وتحفه وريحته جايبه اخر الشارع. وكل سنه وحضراتكم طيبين، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم بالهنا.